طبعا كلنا عارفين مع غلاء بقى طبعا الطماطم اليومين دول بقت جبارة. لا بنسمع ب20، لا ب25. طب احنا هنعمل ايه يعني؟ انا بقى عملت الكمية دي كلها، كلفتني حوالي 30 جنيه. بأمانة يعني، والله يا جماعة كلفتني 30 جنيه. هتقولوا لي ازاي السبعة اكياس دول كلفوني؟ يعني بالظبط كده 30 جنيه بمكونين اتنين بس. طبعا هتتابعي معايا الفيديو للآخر عشان اعرفك انا عملت ايه. انا نزلت السوق الشملت وقلت هاتي طماطم. بعد ما نزلت وجبتها، لقيت طبعا ان انا المفروض ان انا كان اتضحك عليا يعني. طب اتضحك عليا ازاي يعني؟ طبعا انتوا عايزين تعرفوا ان اتضحك عليا ازاي وانا عملت الكميه دي كلها. ان الطماطم بعد ما اشتريتها لقيتها كلها صفرة وعدم. ويعني ايه يعني؟ هقول لكم الموضوع فين بالظبط. بس لازم تعرفوا ان انا عملت السبعة اكياس طماطم دول كلفوني 30 جنيه. يعني حوالي 7 طبخات 7 اكلات. لا بدل ما كل يوم بقى تنزلي تشتري و25 و20، لا انت طبعا موفرة كتير قوي. طبعا حبيت اعمل لكم الفيديو دوت عشان عارفه ان الطماطم غليت اول يومين دول. يا ريت بس تتابعي معايا الفيديو للاخر وانت هتعرفي كل حاجه. طبعا دي الطماطم اللي انا اشتريتها. شايفين بقى شكلها عامل ازاي؟ عدم، صفرة. الراجل قال لي تعالي يا ست وانا ماشيه كده، قلت تمام. نعم، قال لي معايا شنطه فيها طماطم تاخديها، قلت له اخدها ما فيش مشكله. بكام؟ قال لي ب30 جنيه. قلت له بجد؟ قال لي والله. احنا كنا اخر النهار وكده. قلت له طب هاتها تمام. ما بصيتش فيها يعني. المهم طلعت البيت اتصدمت ان الطماطم كلها طلعت صفرة بالشكل ده. هما كانوا حوالي 5 كيلو. قلت دي حاجة حلوة يعني، 5 كيلو طماطم ب30 جنيه، ده حاجة رائعة. فتحت الشنطة بتاعتي، انا مش عارفة اعمل ايه. يعني ارميها ولا اخليها ولا انزل له؟ ده هو ده زمانه مشي اساسا. طبعا رحت جايبة بنجراية كبيرة كده وقعدت بقى نضفت الطماطم. ورحت ماسكاها بقى بشرها عليها زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. لان البنجر هو اللي هيخليه احمر. هما المكونين الاتنين دول اللي هيظبطوا معاكي الدنيا كلها. تجيبي بنجرايه حلوه كده، وتقومي ماسكاها بقى عاملاها كده بالمبشره او مقطعاها على حسب بقى. وجبت معايا فلفل احمر، فلفل رومي، فلفل حامي، زي ما انت عايزه. هو الفلفل الاحمر عامه بيخلي الطماطم طعمها حلو قوي. فضلت بقى اقطعي شيماء، وكانت ليله كده ما يعلم بيها الا ربنا. ما انا خلاص اتدبست. بس اتاري الموضوع طلع في صالحي. والله يا جماعه واستفدت. يعني انا دايما بحب اقلب الحاجه اللي هي ضدي لمصلحتي. انا كده يعني. طبعا ضحك عليا، مش خليه يضحك عليا، لا انا اللي هضحك عليه. قعدت طبعا جبتهم زي ما انتم شايفين وقطعتها وحطيت البنجرات الكبيره دي عليها والفلفل الاحمر. وجبت بقى معايا الخلاط، ويلا بقى اضربي يا شيماء وصفي في المصفى بتاعتك وحطيهم في الاكياس. انا هو ده كل اللي انا عملته. ضربت الطماطم في الخلاط وصفيتها كويس وحطيتها في الاكياس. شايفين بقى؟ قعدت اضرب بقى فيها كده. ضربتها يعني علقه محترمه. اللايك بتاعك يا قمر بقى، والتعليق بتاعك يهمني اعرف رايك ايه في الفيديو. جبت بقى المصفى وقعدت اصفي بقى الكميه دي كلها. يعني هي ملت لي البتاع اللي تحت دي مرتين بصراحه. وعديت بقى على كل كيس العدد بتاعه يعني، قد بعض. يعني كل كيس حطيت فيه حوالي بتاع 5 كوبايات. شايفين؟ والله كانت كميه جميله وموفره جدا. يعني الفيديو ده بيعلمنا يا جماعه ان احنا مثلا ضحك علينا في موضوع، لا ما نكملش بقى وايه. ناخد الموضوع ايه يعني. انا طلعت كنت منهارة يا نهار ابيض ان الطماطم دي كده انا خلاص لزقت فيها ولا ايه. لا ما انا مش هسكت يعني. احاول بقى ايه، اطلع بقى بال30 جنيه اللي انا دفعتهم. هما لو حسبتيهم ال30 جنيه مش هيبقوا حق كيلو ونص او كيلو وربع. لا احنا عملنا بيهم 5 كيلو طماطم. طبعا انت الكسبانة في الغلاء الجامد ده. حاولي تنزلي تشملي كده السوق وتقابلي حد يضحك عليكي زي ما ضحك عليا كده، او انا اللي ضحكت عليه تقريبا يعني. وتاخدي منه كمية الطماطم دي كلها. تكون مثلا طماطم مستوية شوية او ما تكونش جامدة قوي يعني. ولو لقيتيها صفرة معاكي اليومين اصلا دول كمان الطماطم مش حمرا قوي يعني. وتجيبي البنجراية وتجيبي بقى معاكي الفلفل دوت وتحطيهم. وكياس بقى وعلى الفريزر بتوفر معاكي وقت كتير قوي. لو عجبك الفيديو اللايك بتاعك يا قمر.